حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الحواوشي الصيامي. عايزه اقول لكم وصفه النهارده سهله وبسيطه والطعم في غايه الروعه، وكمان لما تنزلوه في صوص التوميه اللي عملناه مع بعض يا سلام هيودي طعمه في حته تانية. تعالوا بقى لما نشوف وصفه النهارده هنعملها ازاي. معايا هنا كيلو من البطاطس مقطعه مكعبات وحطاهم في ميه مع شويه ملح وهسيبهم يتسلقوا. وفي حله تانية برضو على النار هننزل بشويه زيت، وبعد كده هكون محضرة بصلتين كبار فرماهم في الكبة. بعد كده هنزل بيهم على الزيت وابدأ اشوح البصل في الزيت، واثناء ما بشوح البصل بحط معلقة صغيرة من السكر ورشة من الكزبرة الناشفة ورشة فلفل اسود. عايزة اقول لكم الثلاث حاجات دول بيخلوا ريحة البصل يعني حلو جدا وهو بيتشوح، وهفضل اشوح البصل كده لغاية ما يدبل. بعد كده هكون محضرة جزرتين كبار مع فلفل حامي ضربهم برضو في الكبة، وممكن تستبدلي الفلفل الحامي بفلفل اخضر عادي، وبرضو هشوح الكلام ده كله مع بعض. بعد كده هنزل عليهم بطماطمتين بشرهم زي ما انتوا شايفينهم كده، هنزل بيهم برضو على الخلطة اللي انا عاملاها واقلب الكلام ده كله مع بعض. وبعد كده هنزل بمكعب مرقة علشان يديلي نكهة حلوة. وبكده تبقى الخلطة جاهزة. وهنا كانت البطاطس اتسلقت وصفيتها كويس من المية. يلا بقى ننزل بالخلطة اللي حضرناها على البطاطس. بعد كده هبدأ اهرس الكلام ده كله مع بعض. شايفين المنظر؟ بجد اللون وريحتهم حلوة. انا لسه محطتش بهارات بس بجد ريحتهم كانت جامدة. بعد كده البهارات هتبقى عبارة عن ملح، ونظبط الملح كويس طبعا، ورشة تاني من الفلفل الاسود، والسبع بهارات، ورشة قرفة، واقلب الكلام ده كله مع بعض. ويا سلام لو عندك بقدونس اخضر انزلي بيه كمان في الخلطة دي، هيخلي طعمها حكاية. وبكده يبقى الحشو بتاعنا جاهز. يلا بقى نجيب العيش علشان نحشيه ونحضر الحواوشي بتاعنا. جبت العيش المصري او البلدي زي ما بتسموه، بفتحه بالشكل ده واجيب بقى الحشوة واحشي الرغيف كويس. وبعد ما بحط الحشوة بالشكل ده ابدأ اضغط عليها من فوق علشان اوزع الحشوة كويس من جوه. وهنا حشيت كل الكمية اللي عندي. بعد كده عندك بقى طريقتين لسوى الحواوشي. ممكن في طاسة على النار بحط لها شوية زيت، وبرضو ارش شوية زيت كده او ادهن شوية زيت فوق الرغيف، وعلى النار اسيبهم يستوي لغاية ما يتحمص كده ويبقى ياخد لون حلو بالشكل ده، واقلبه على الناحية التانية علشان برضو ياخد نفس اللون. دي طريقة بتاعت فوق البوتاجاز. الطريقة التانية بتجيبي صينية تحطي فيها انا حاطة ورقة زبدة ودهناه كويس بالزيت، وبعد كده برص العيش بتاعي، وبعد كده بفضل ادهن وش الرغيف من فوق برضو بزيت، وبعد كده بكون مسخنة الفرن وهدخل الصينية دي في الفرن وهسيبه برضو لغاية ما يتحمص ويستوي. وده شكله بعد ما حمصناه وطلعناه من الفرن. عايزة اقول لكم ان طعمه في غاية الروعة. وبجد كانت وصفة النهاردة سهلة وبسيطة. لو عجبكم ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفولو صفحة الفيسبوك. باي باي.